السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الترجي التونسي في مواجهة لوس أنجلوس الأمريكي، نعم، الجولة الثانية من كأس العالم للأندية. تضع الترجي في مفترق الطرق، نعم، أمام خيار الانتصار ولا شيء غير الانتصار أمام لوس أنجلوس، من أجل إبقاء عماله، من أجل العبور إلى الثمن النهائي. إذا هنا طبعا الترجي ولوس أنجلوس بدون نقاط، في حين تشيلسي وفلامينغو بثلاث نقاط لكل فريق من خلال انتصارهم على الترجي ولوس أنجلوس تباعا. وبالتالي الترجي مطالب بالانتصار على لوس أنجلوس وتحقيق أول ثلاث نقاط من أجل إبقاء عمله في الجولة الأخيرة. مقابلة تقام على ملعب جيوديس بارك الجمعة إن شاء الله تعالى الساعة 10 بتوقيت غرينتش. هذا هو الملعب، طبعا أرضية الملعب تتسع ل 30 ألف مناصر سيحضرون من أجل تشجيع لوس أنجلوس أو الترجي، نعم، حسب فريقه وناديه. وبالتالي نتمنى إن شاء الله تعالى حظ موفق لنادي الترجي التونسي في ثاني جولته في كأس العالم للأندية وتحقيق الانتصار، لما لا يا ترجي.